جسمه زايد فتلاقيه طول ما هو قاعد عمال يشفط في بطنه ويمط في تيشيرته، خايف حد يلاحظ انه مليان شويتين. عندها كدمة ولا وحمة، فدايما بتحاول تداري الوحمة دي علشان ما حدش ياخد باله منها ويقلل من جمالها. بتكتم حزنها جواها ولا بتعبر ولا تبكي، حاملة هم ان حد يقول عنها ضعيفة، ولكن هي مش مشكلة تكتئب عادي. معاه موبايل اصداره قديم شويتين، ما بيرضاش يطلعه في المواصلات ولا قدام الناس، اصله محرج انهم يشوفوه بسيط. مناخيره كبيرة وعاملة له عقدة، فما بيحبش يتصور لأنه خايف إن الناس تشوفه وحش. أبوه راجل بسيط وعلى قد حاله، فما بيحبش يجيب سيرته قدام حد لأنه بيتكسف منه. لسه ما اتخطبتش، فدايما حاسة إنها مهزوزة وغيرها شايفها مش حلوة، وقال يعني بتصعب عليه، مع إنها عارفة ومتأكدة إن ده نصيب وكل شيء بأوان. قلقان قوي حد يسأله انت في كلية ايه، لانه شايفها مش قد المقام ومستعر منها. الكسوف من النفس ابتلاء، اذا كان بقى من شكلك، جسمك، وضعك الاجتماعي، حالتك المادية، لون بشرتك. انا اتكسف من اخلاقي ماشي، من تقصيري في حق ربنا ممكن، انما من نفسك تبقى فتحت على روحك سكة الندامة وخيبة الامل. لازم تتقبل وضعك بكل حالاته علشان تعيش مرتاح البال. الرضا لمن يرضى. طبعا تسعى ان انت تحسن من روحك وتطور من نفسك مادام تقدر، ولكن علشانك مش علشان حد. فما تخليش معرفة الناس بيك تغلب معرفتك بنفسك، وانت مش مطالب تعجب كل الناس، لان ببساطة مش كل الناس بتعجبك. فياريت تعيشها زي ما هي وتصالح روحك، علشان بجد الخصام طول. وما تنساش ابدا الكلمة المأثورة اللي بتقول: واياك ان تشعر بالخزي من نفسك خاصة، فان شعورك بالخزي من نفسك هو بعينه اصل البلاء. السلام عليكم.